السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي في قناتكم قديم وجديد، يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة معايا السمك، هعمله لكم بطريقة سهلة وبسيطة جدا وكمان شهية ولذيذة. يلا بينا نشوف. هنجيب أول حاجة السمك طبعا معانا بننضفه، وعشان يكون سهل التنظيف معاكي تنقعيه في مية وملح وليمون لمدة 10 دقايق، وبعد كده بتبدأي في تنظيفه، بتلاقي القشر بتاعه طلع معاكي في منتهى السهولة. بعد كده بتفتحي قلبه بتنضفيه وبتغسليه غسلة كويسة، وتنقعيه برضو في مية وملح وليمون على ما تعملي التتبيلة الحلوة بتاعته اللي بالثوم والكمون والكزبرة الناشفة، ومعاكي شوية فلفل أسمر صغيرين، وكمان ليمون وفلفل حار أو عادي زي ما انتي عايزة، وأحمر أو أخضر زي ما انتي برضو عايزة. بيتنقع في التتبيلة دي لمدة على ما تحضري الصينية بتاعته. تعالي نشوف الصينية. عندنا الصينية بتاعته فيها بصل ومادة دهنية، بندبل البصل شوية وبعد كده بنحط عليه الفلفل، بندبل برضو الفلفل شوية معانا، وبعد كده بنكون عندنا طماطمية متقطعة من غير البذر بالمنظر ده، ونفرشها في الصينية. وديت بتكون القاعدة بتاعتي بتاع الصينية اللي احنا هنعملها. بنحط فوقها السمك، وتكون حريصة ان السمك يكون فوق الخضار بتاعنا علشان ما يلزقش في الصينية معاكي، عشان بعد كده لو عايزة تنقليه من الصينية وتحطيه في طبق تقديم يبقى سهل معاكي. بنرصصه بالمنظر ده، وبندخله في الفرن عندنا عالي الحرارة على اخر درجة، وبياخد معاكي مدة ربع ساعة او تلت ساعة. هنا بنجيب بقية التتبيلة بتاع السمك، بنحط عليها حوالي كوباية مية وبنحطها على السمك علشان يستوي فيها. بعمل جنبه رز ابيض عادي، وفي الاخر هوريكي طريقة تخلي شكله جميل وروعة ولذيذ. عندك المية بتاع الرز بتظبطيها ازاي؟ بتقلبيه تقليبة كده، بتلاقي الرز ماشي معاكي او صعب ان هو يتحرك معاكي، فبتكتري المية على قد ما يمشي معاكي الرز وفي التقليب. بتلاقي التقليبة كده مظبوطة معاكي والرز ماشي، يبقى كده مظبوطة المية. يا اما بتحطي صبعك على طرف الحلة وتشوفي المية اللي انتي هتحطيها وصلت للعقلة الاولانية من صبعك او عقلة ونص كده، ويكون برضو جنبك مية بتغلي او سخنة علشان لو اتشرب وكان عايز لسه مية بتزودي. هنا بنجيب بقية برضو الخلطة بتاع السمك التتبيلة، وبنحط عليها ليمونة ومعلقة زيت، وكمان معلقة صلصة. ما تزوديش الصلصة لاني زودتها معايا، كفاية معلقة واحدة، وبتروحي بيها على السمك بعد ما تقلبيها تقليبة كويسة وبالفرشة بتاعتنا، وبندهن وش السمك. لو عايزة تسيبيه بالمنظر ده وتديله فرشة زيت بيبقى حلو برضو معاكي. والتتبيلة بتاعتنا مع الزيت من غير الصلصة، لو عايزة تديله معلقة الصلصة دي اديها له. ممكن تعملي الفرشة دي قبل ما تدخلي الصينية خالص الفرن من الاول خالص، وبتحطيها زي ما انت شايفة كده، ويبقى عندك احلى سمك بالمنظر الروعة الشاهي ده. وكمان معاكي الرز اهو، بنعصر عليه عصرة ليمون بالمنظر ده. والرز يا جماعة هقول لكم على طريقة الرز الاصفر فابيض ده. لو عندك لون اصفر سايل بتحط نقطة واحدة بس، وبتقلبي بتلاقي معاكي الرزاية طلعت رزاية ورزاية بالمنظر ده. والرز ده بالخضرة اللي عندي كزبرة والشبت بقطعهم رفيع قوي، وبعد كده والرز سخن بقلبه بيطلع معايا بتتدبل معايا الخضرة وبيطلع الرز بالمنظر الروعة ده. واذا عجبتكم طريقتي ادعموني بلايك وشير واشتراك في القناة، ودعوة حلوة ليا ولأولادي بصلاح الحال. والسلام عليكم.